بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة الفيزياء. هنكمل شرح وحل الأسئلة المتعلقة بالتوصيل على التوالي والتوازي، الفصل الأول الدرس الثاني من كتاب الامتحان. إن شاء الله على بركة الله هنبدأ عند السؤال رقم 10. احنا كنا توقفنا في الفيديو اللي فات عند السؤال رقم 9. بيقول لي هنا: شكل سلك مقاومته 48 اوم على شكل حلقة مغلقة، ثم وصلت بطارية بين طرفي قطرها كما بالشكل اللي انت شايفه ده، فإن المقاومة المكافئة بين A و B تساوي. صلوا على النبي. دلوقتي التيار هيطلع من القطب الموجب ده، هيفضل ماشي كده، يمشي كده، يجي عند النقطة دي ويتوزع هنا جزء وهنا جزء، ويرجعوا الجزئين دول يتجمعوا عند النقطة B ويخرجوا من هنا كده، يروح للقطب السالب. طيب هو السلك كانت مقاومته كام؟ السلك اصلا كانت مقاومته 48 اوم. لما انا شكلته بالشكل ده بقى عبارة عن كأنه مقاومتين، واحدة فوق وواحدة تحت، واحدة فوق وواحدة تحت. طب هو النص، يعني السلك متقسم لنصين متساويين، يبقى اللي فوق بكام؟ اللي فوق ب 24 اوم واللي تحت ب 24 اوم. تمام كده. طب عاوز اجيب المكافأة. احنا خدنا قبل كده لما يكون مقاومتين على التوازي قد بعض ناخد واحدة منهم على عددهم، يبقى ار المكافأة هتساوي واحدة منهم يعني 24، عددهم هم مقاومتين، يبقى يطلع معاك 12 اوم. 12 اوم يبقى الإجابة د. يبقى الإجابة د. تعال نشوف اللي بعدها. رقم 11 بيقول ايه؟ بيقول سلك مستقيم مقاومته ار تم لفه على هيئة حلقة دائرية ووصلت بطريقتين مختلفتين بمصدر كهربي كما موضح بالشكلين 1 و 2، فإن النسبة بين المقاومة المكافئة في الشكلين R1 على R2. يعني أنا أجيب له هنا R1 في الشكل 1 وأجيب له R2 في الشكل 2، وبعد كده أقسم R1 على R2. تعالى بس نشوف التيار. التيار لما دخل من هنا توزع جزء هنا وجزء هنا، الجزء ده يفضل يلف لغاية ما يوصل هنا، والجزء ده هيفضل ماشي لغاية ما يتقابلوا من هنا ويطلع من القطب السالب. أصبح الجزء ده مع الجزء الكبير ده دول توازي، لأن بدايتهم واحدة ونهايتهم مشتركة، يعني بدايتهم مشتركة ونهايتهم مشتركة، يعني أقصد كده، فيبقوا توازي. بس الجزء ده بكام؟ تعال، الزاوية دي بكام؟ ب90. الزاوية 90. لو أنا عاوز أجيب طول ده كده أقول 90 على 360 هيطلع بربع. طيب هي المقاومة كلها بار، يبقى ده ربع ار. طيب ولو عاوز اجيب الجزء ده اللي هو اللي تحت ده، الزاوية دي كام يا جماعة؟ 270، لانه الدايرة كلها اصلا ب 360، خدت منهم 90 اتبقى لي 270. لو انا عاوز اجيب طول الجزء ده اقول 270 على 360 يديك 3/4 ار. 3/4 ايه؟ 3/4 ار. تمام. فانا هما المقاومتين على التوازي، عاوز اجيب المكافأة بتاعتهم بقى، يبقى حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. يعني اقول ربع في 3/4 في 3/4 اللي هو 75% يعني، على ربع زائد 3/4 يعني بواحد. تعالوا نشوف كده، ربع في 3/4 يديني كام؟ يلا نكتب كده 25% مضروبة في 75%، نشوف هتساوي كام. هتساوي 3 على 16، يبقى R1 بتساوي 3 على 16. تعالى بقى نشوف R2. التيار داخل من هنا اتوزع على جزئين، واضح اوي ان الجزئين اصلا احنا موصلين اهو تيار كده وكده، يبقى على القطر بتاع الدايرة، وبالتالي لانه فات بالنقطة دي بتاعت المركز، ده القطر بتاع الدايرة، يبقى كده وبالتالي ده قد ده بالظبط. يعني هي ار، يبقى فوق نص ار وتحت نص ار. تمام كده. طيب انا اما بحب اجيب المقاومة المكافئة هنا اقول واحدة منهم على عددهم لانهم قد بعض، فاقول نص واحدة منهم اهو على عددهم اللي هما باتنين، نص على اتنين يديك ربع. طيب انا خلصت جبت R1 و R2، يبقى انا كده مطلوب مني ان انا اقسم R1 على R2، اقول له R1 على R2 تساوي، الاولى كانت ب3 على 16، وبدل ما اقسم على الربع اضرب في المقلوب، يبقى اقول في 4 على 1، تطلع 3 في 4 كده فوق في البسط ب12 على 16
على 4 فيها 3 على 4 فيها 4 يبقى 3 على 4 يبقى الإجابة ألف. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده رقم 12. بيقول لي سلك منتظم المقطع يمر به تيار شدته 1/10 أمبير، يبقى ده التيار. عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه V، يبقى ده V 1.2 فولت. فإذا تم تشكيله على هيئة مربع مغلق ABCD في اتجاه دوري واحد، فإن المقاومة المكافئة للسلك إذا وصلت البطارية بين نقطتين A و C ومرة تانية بين النقطتين A و D. طيب الأول أنا هجيب المقاومة بتاعة السلك. مقاومة السلك R بتساوي V على I من قانون أوم، يبقى ده 1.2 اللي هو V على 1/10. يلا نقسم كده مع بعض. تعالى 1.2 على 1/10 تساوي كام؟ هتطلع ب12. يبقى مقاومة السلك بكام؟ تطلع ب12 اوم. طيب انا بقى لما اعمله مربع بالشكل ده، طبعا انت عارف ان اطوال اضلاع المربع متساوية. هو قال لي A B C D شكل دوري يعني ورا بعض كده زي ما هو قال. طيب هو كله ب12، يبقى كل ضلع من دول بكام؟ اكيد ب3 اوم. 3 اوم 3 اوم 3 اوم. طيب انا في المره الاولى بقى هدخل التيار من A واخرجه من C، يعني ادخله من هنا كده واخرجه من هنا كده. طيب هو التيار لو دخل من هنا كده مش هيتوزع؟ هيتوزع هنا وهنا، فيمشي كده في التلاتة والتلاتة دول ب6، ويمشي في التلاتة والتلاتة دول ب6 ويخرج هنا. طيب ما هم كده يا استاذ الستة دي، الستة اللي هم التلاتة والتلاتة دول توالي 6، اولهم A واخرهم C. طب واللي تحت برضو الستة دي اولها A واخرها C، وبالتالي يبقى كده 6 مع 6 يديك 3 اوم يبقى باء. طيب في الحالة التانية بقول لي ايه بقى؟ بقول لي طب انا هوصله بين A و D، هي هتفرق؟ تعالى كده نمسح ونشوف تفرق ولا ما تفرقش. انا المرة دي هعمل سلك تاني كده، نمسح بقى الكلام ده. هعمل برضو نفس السلك ده، هعمله على هيئة مربع زي ما اتفقنا A B C D. هدخل التيار المرة دي من A واخرجه من D بالشكل ده. التيار لما يدخل من هنا من عندي A هيتوزع هنا جزء وهيتوزع هنا جزء. الجزء ده خلاص هيوصل للقطب السالب، اما الجزء ده هيلف هنا وهنا. طبعا انا كنت قايل لك دي ب3 اوم ودي ب3 اوم ودي ب3 اوم ودي ب3 اوم. الجزء ده كله بكام؟ ده كله توالي 9 اوم، والجزء ده لوحده بكام؟ ب3. واضح ان ال9 اوم كلها مع ال3 ديت توازي، لان بدايتهم واحده ونهايتهم واحده. تمام؟ يبقى انا لو عاوز اجيب المكافاه بتاعتهم اقول له ايه؟ اقول له حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. تمام؟ عندي 9 في 3 على 9 زائد 3 يبقى بتساوي كام؟ 27 فوق على ايه كام؟ على 12 تحت. تعال كده نشوف 27 على 12 تقريبا هتطلع بكسر، يعني 27 على 12 تمام يساوي كام؟ يساوي 9 على 4. 9 على 4 دي يعني 2 وربع. 2 وربع يبقى الإجابة دي. تعال نشوف السؤال اللي بعده. بسم الله رقم 13. بيقول ايه بقى؟ بيقول لي في كل شكل من الأشكال الآتية جزء من دائرة كهربية المقاومة المكافئة بين النقطتين A و B تساوي 9 أوم، فما قيمة R؟ يعني بين A و B كله ب9. طب ما هو 9 دول منهم ب7، يبقى دول أكيد بكام؟ يبقى دول أكيد ب2. المكافأة بتاعت دول ب2، فأنا عاوز قيمة R بقى. طيب ما هو المكافأة دول على التوازي. طب انا اقول له يا استاذ ما هو المكافأة بتساوي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني 6 في ار 6 ار على 6 زائد ار. كده حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، نضرب طرفين في وسطين يديك كده ادي 12. 2 في 6 ب 12 زائد 2 ار. الاتنين دي هتتضرب مرة يا جماعة في 6 تديك 12، و2 في الار تديك 2 ار، وهيساوي ال6 ار اللي هو في الطرف ده اللي هو مضروب في الواحد هنا طرفين في وسطين. 2 ار تعدي تطرح من ال6 ار يتبقى في الطرف
الايمن كده 4 ار، وفي الطرف ده لسه ال 12 دي موجوده زي ما هي. يبقى الار الواحده بتساوي كام؟ اقول له 12 على 4 تطلع ب 3 اوم. يبقى الاجابه ج. تعال نشوف المطلوب التاني. طبعا هو قال لي برضو ب9، اكيد الطرف ده قد الطرف ده، يبقى ده ب4.5 وده ب4.5، لان احنا عارفين ان المجموعتين دول توالي، فالمجموعه دي لوحدها ب4.5 ودي ب4.5. طب انا عاوز اجيب قيمه ار من اي واحده فيهم، خلاص مش هتفرق. فانا عارف ان اي 4.5 من دول بتساوي ايه؟ حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. تعال نمسح الكلام ده عشان احنا هنحتاج المنطقه دي. انا عارف ان كل واحده بكام؟ ب4.5. طيب حاصل ضربهم 6 ار على حاصل جمعهم 6 زائد ار. طيب نضرب بقى طرفين في وسطين. الطرف ده اللي هو ده هيتضرب في 1 6 ار، والطرف التاني هيساوي ايه بقى؟ نضرب 4.5 في 6 نشوف بكام كده. 4.5 في 6 تساوي 27. يبقى كده 27 زائد 4.5 برضه هتتضرب في ار، يبقى 4.5 ار. طيب هنا 4.5 ار وهنا 6 ار، الصغير يعدل الكبير يتطرح منه، يبقى ال4.5 هتتطرح من ال6 يتبقى 1.5 ار بتساوي 27. يبقى الار الواحدة بكام؟ نقسم ال27 على 1.5. يلا بقى نقسم 27 على 1.5 تساوي كام؟ 18. 18 يبقى الإجابة د. تعال نشوف دي. هو برضو بيقول إنها ب9. طيب هنا جزء وهنا جزء، هنا ار وهنا في جزء على التوازي كده كله. نشوف الأول هنعمل فيه إيه. طيب ده هنا 2 ار وهنا 2 ار. طيب يا أستاذ، ما هو هنا 2 ار و2 ار، لما أجيب التوازي بتاعهم يديك ار واحدة، لأن واحدة منهم على عددهم. واحدة منهم على عددهم 2 ار اللي هي واحدة منهم على عددهم، هم مقاومتين يديك ار. يعني دول الاتنين هيتشالوا كده، يعني ممكن اشيل كده الاتنين دول، دي كده ودي كده، تمام، واحط واحدة بس بار. طبعا الفرع اللي تحت ده انتهى خلاص، عملت التوازي بتاعه. طيب لو انا بقى عاوز اجيب الايه؟ قيمه ار. قيمه ار. طب ما انا يا استاذ عندي مجموعتين توالي كده، بس مجموعه منهم فيها مقاومتين على التوازي. طيب قيمتها بكام؟ اولا قيمتها هتيجي من حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، طيب زائد دي كمان عشان يديني التسعة كلها، يعني زائد دي اللي هي الار، كده كله بيساوي 9. كده كله بيساوي 9. انا ممكن اوحد المقامات، هنا ده مقام واحد، ممكن اوحد المقام ب6 زائد ار، تمام، واقول كده يبقى البسط ايه؟ 6 زائد ار على الرقم ده ب1 يديك، هضربه في ال6 ار يديك 6 ار، او اضرب طرفين في وسطين يعني، تمام. الطرف ده في 1 ب6 ار، والطرف ده في ده هيديني 6 ار زائد ار تربيع. 6 ار، يبقى نجمع كده لان في هنا جمع، واقول 6 ار زائد ار تربيع، كل ده مقسوم على ال6 زائد ار تحت، كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 9. طيب ما زلنا هنضرب طرفين في وسطين. ال9 في ال6 ب54 زائد 9 ار، ده الطرف ده في الطرف ده. الطرف ده هيتضرب في مقام ال9 ب1 يفضل زي ما هو، يعني هنا 6 ار و6 ار ب12 ار زائد ار تربيع. كده احنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن نعدي ال9 دي تتطرح من ال12 يتبقى 3 ار، يبقى كده 54 تساوي 3 ار زائد ار تربيع. ممكن نجيبهم كلهم في طرف ونحلها على الآلة الحاسبة، يبقى نقول له ار تربيع زائد 3 ار، نعدي بقى معاهم ال54 بس هتعدي بالسالب، ونساوي كله بالصفر، ونحسبها على الآلة الحاسبة ونطلع قيمة ار ونريح دماغنا اللي هو ايه؟ تعالى بقى نجيب مود، نعمل مود كده 5 3، نحط القيم دي، المعامل بتاعها ب1 يبقى نقول له 1 يساوي المعامل بتاع دي ب3 بالموجب، يبقى 3 يساوي، نروح بقى لدي سالب 54 يبقى تقول سالب
54 يساوي، وبعدين ادوس يساوي 1 تطلع معايا ب6، يبقى الاجابه رقم ايه؟ الاجابه رقم ب. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها. عاوزين بس نمسح الجزء ده، تمام، عشان ما لو احتاجناه يعني في حاجه. بقول لي ايه بقى؟ بقول لي في الدايره الموضحه بالشكل قيمه ار بكام؟ تساوي كام؟ والله هي الدايره الموضحه بالشكل كده فيها تيار كلي ب10 امبير اهو داخل على القطب السالب اهو. طيب وفيها بتاع ده بطاريه ب 120 فولت، وفي عندي هنا مقاومه ب8، وفي مقاومتين على التوازي هنا، واحده بار واحده ب5، فانا عاوز قيمه ار. طيب ما ممكن نجيب المقاومه المكافئه كلها. المقاومه المكافئه بتساوي فرق الجهد الكلي، يبقى المقاومه الكليه بتساوي فرق الجهد الكلي على التيار الكلي. فرق الجهد الكلي ب 120، التيار الكلي ب10، يبقى كده يطلع ب12 اوم. انا عرفت ان المقاومه كلها ب12، كل دول ب12، منهم جزء بكام؟ منهم جزء ب8، يبقى الجزء ده بكام؟ الجزء ده اكيد ب4، قيمته ب4. طيب اجيب قيمه ار ازاي؟ اصلا التوازي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم يديك المكافاه، يبقى الاربعه دي بتساوي 5 في ار على 5 زائد ار، طرفين في وسطين، يبقى كده ال5 ار اللي في البسط دي هتيجي هنا تتضرب في الواحد اللي تحت الاربعه، ودي هتتضرب 4 في 5 ب20 زائد 4 في ار ب4 ار. هنا 4 ار وهنا 5 ار، الصغير يعدل الكبير يطرح منه، يتبقى لي هنا ار بتساوي 20، يبقى 20 اوم. يبقى الإجابة ألف. تعال نشوف اللي بعدها. رقم كام دي بقى؟ رقم 15. رقم 15 نمسح بس السبورة كده ونشتغل. بسم الله. بيقول لي الشكل المقابل يمثل دائرة كهربية مغلقة بها عنصر مجهول اكس. فين ده؟ اهو. فإذا كانت قراءة الفولتميتر ب5 فولت اهو، الفولتميتر ده بيقرا 5 فولت على المقاومة ار، فإن العنصر اكس يمثله المكون ده ولا ده ولا ده ولا ده. يعني المفروض نحط هنا انه مكون من دول. صلوا على النبي. الاول لازم افهمك حاجه، ده جهاز اللي هو الفولتميتر، ده جهاز بيقيس، يعني زي الساعه اللي انت لابسها كده، ما بيأثرش على حاجه في الدايره، الا اذا قدام بقى هنعرف ان الفولتميتر ممكن يأثر امتى، لما يبقى له قيمه للمقاومه. بس ده قدام. لغايه دلوقتي الفولتمترات اللي عندنا دي فولتمترات ايه؟ قومتها عاليه جدا جدا جدا، فما بيعديش فيها تيار، فما بتاثرش في الدايره. طيب بص يا استاذ، كده مبدئيا انا لما مسحت الفولتميتر الدايره كده شكلها راق وفاق وزي الفل. انا عندي هنا 20 فولت، 20 ايه؟ 20 فولت. تمام. البطاريه اللي قدامك ديت لما بتيجي توزع جهدها بتوزعه على الجزئين دول، طالما الجزئين دول توالي كده فبتوزعه عليهم. طيب يا استاذ، هو كان الفولتميتر ده قارئ كام؟ الفولتميتر ده اللي انا مسحته كان قارئ 5 فولت اهو. طيب يبقى هي طالما بتوزع جهدها وده اخد 5 فولت، يبقى ده اخد كام؟ اكيد ده هياخد، لو انا ركبت هنا فولتميتر هياخد 15 فولت الباقيين من البطاريه. طيب وانا هستفيد ايه؟ انا كده برضو معرفتش اكس ده بمقاومه كام من دول. تعالى وانا اقول لك. صلى على النبي. التيار اللي ماشي هنا مش الجزئين دول على التوالي؟ يعني انا لما كنت ماسح الفولتمترات كده كنت شايفهم على التوالي زي الفل. يعني التيار هنا ثابت. التيار ايه؟ ثابت. طب التيار اللي هو ثابت ده بيساوي ايه؟ بيساوي في على ار. طب طالما ده ثابت يبقى العلاقه بين دول ايه؟ طرديه. العلاقه بين دول ايه؟ طرديه. طيب يا استاذ، وطالما العلاقه طرديه بين في وار، علاقه طرديه، قول لي يا استاذ، هو لو انا حبيت اقول في دي بالنسبه لفي دي اكبر منها كم مره؟ هتقول لي 3 مرات. اقسمها 15 على 5 اديك 3. اذا طالما طردي يبقى اكس اكبر من ار برضو 3 مرات. طب هي اسمها ار، يبقى دي اسمها 3 ار. كده بالبلدي يعني. ماشي؟ فانت هتختار ايه؟ جيم. تمام. يبقى احنا تاني، انا لما كنت شايل الفولتمترات دي يا جماعه، لما كنت شايل الفولتمترات دي كده من الدايره كانت واضحه خالص قدامك انه
تعالى كده نشيل الفولتمتر اهو، عشان بس ايه، عشان الطلبه بتتضايق يعني من وجود الفولتمتر بالبخهم. فواضح قوي انه التيار اهو ماشي ماشي تمام، التيار ثابت هنا وهنا تمام. قال لي ده ب5 فولت، يبقى اكيد ده ب15 فولت تمام. عاوز قيمه ده. في علاقة طردية ما بين فرق الجهد والمقاومة، علاقة طردية بين فرق الجهد والمقاومة. ليه؟ لأن التيار الثابت ده بيساوي في على ار. طيب ده ثابت، يبقى الاتنين دول بينهم علاقة طردية. بينهم علاقة طردية يعني ايه؟ يعني مثلا لما اقول له ايه، تعال نعملها بقى بالحسابات. الفي بتاع الار على الفي بتاع الاكس بيساوي الار بتاعت الار اللي اسمها ار على الار بتاعت الاكس اللي انا معرفهاش. الفي بتاع الار بكام؟ ب5. الفي بتاع الاكس بكام؟ ب15. بتساوي الار على الار بتاعت الاكس. تبقى الار بتاعت الاكس بكام بقى؟ يعني هنا بكام؟ اقول له كده الار اكس دي بتساوي 15 ار على 5. ده في ده على ده، على 5 فيها الواحد، على 5 فيها التلاتة، تطلع ب3 ار. 3 ايه ار، يبقى الايه كده انت فهمتها بالبلدي وفهمتها بالايه بالرياضيات والحسابات. تعالوا بقى نشوف اللي بعده، اللي هو السؤال رقم 16. السؤال رقم 16، ثانية واحدة كده اكبر الصورة. تمام. السؤال رقم 16 بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي هنا انه في عدد من المقاومات، العدد ده اسمه ان، قيمة كل مقاومة ب40 اوم. ماشي. وصلت جميعا اما على التوالي او على التوازي، ما نعرفش يعني هما ممكن كده او كده. ثم وصل طرف المجموعة بمصدر كهربي فرق الجهد بين طرفيه 120 فولت، ده فرق الجهد. فمر تيار 15 امبير، يبقى ده التيار. فان عدد المقاومات بكام؟ صلوا بقى على النبي، انا عاوز اجيب عدد المقاومات. اولا طب ما ممكن تجيب لي المقاومة المكافئة. المقاومة الكلية بتساوي في الكل على اي الكل. طيب في الكل ب120 واي الكل ب15. تعالى كده نقسم 120 على 15، نرجع بس الآلة كده لطبيعتها ونقول 120 على 15. يا ترى بيساوي كام؟ بيساوي 8. المقاومة المكافئة يا أستاذ بتساوي 8 أوم. طيب هسأل سؤال بقى. المقاومة المكافئة أقل من أي مقاومة في المقاومات اللي هي كانت ب40. يبقى إذا هم متوصلين على التوازي. متوصلين على إيه؟ على التوازي. يبقى كان عندي عدد من المقاومات متوصلة على التوازي كده، لأن المكافأة بتاعتهم طلعت أقل من أقل مقاومة فيهم. يبقى لازم يكونوا هم متوصلين على التوازي. مش ده اللي يهمني، أنا عاوز العدد بقى. طب على التوازي وهم قد بعض كنا بنعمل إيه؟ والله يا أستاذ المكافأة بتاعتهم كانت بتساوي واحدة منهم على عددهم. طيب المكافأة بتاعتهم ب8، واحدة منهم ب40، عددهم يبقى بكام؟ يبقى انت لو عاوز تجيب عددهم تقوم قايل له كده ان بتساوي 40 على 8، يديك 5 مقاومات، 5 مقاومات لانك بتجيب العدد. يبقى ج هي اللي صح. تعال نشوف اللي بعدها. نمسح بس الجزء ده كده ونشوف اللي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول دائرة كهربية في أحد المنازل تتكون من مصدر كهربي فرق الجهد بين طرفيه 120 فولت، ده فرق الجهد. منصهر يتحمل سلكه تيار أقصاه 5 أمبير، ده التيار. وأجزاء أخرى متصلة مع المصدر على التوالي مقاومتها 2. ماشي. ما أكبر عدد من المصابيح المتماثلة التي مقاومة كل منها 620 أوم، ويمكن إضاءتها دفعة واحدة دون أن يتلف السلك المنصهر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا هحاول أمثلها لك. في بطارية، في منصهر هنا، وفي عدة أجزاء كده متصلة مع التوالي كلهم كده مقاومتهم بكام؟ ب2 أوم. ماشي. وبعدين في مكان فاضي كده أنا عاوز أحط فيه بقى إيه؟ مقاومات. المقاومة الواحدة من المقاومات دي ب620، ب620. يا ترى احطهم على التوالي ولا على التوازي؟ وعاوز اعرف هم هيبقوا قد ايه. تعال اما اقول لك انت هتعرف هم على التوالي ولا على التوازي ازاي. هات لي المقاومة المكافئة كده، تقول لي المقاومة المكافئة بتساوي في على ار. يبقى ار الكلية اللي هي المكافئة بتساوي في الكلي على اي الكلي. بص يا سيدي، انت عندك في الكلي ب110، عندك التيار ب5، يطلع بكام؟ تعالى كده نقسم 110 على 5. 110 على 5
تساوي 22. طيب هنا 22 اوم دي المكافأة كلها، منهم 2 هنا، يبقى اتبقى هنا كام؟ 20 اوم في الحتة دي. بص يا استاذ، انا في الحتة دي هحط 20 اوم، بس المقاومة الواحدة ب 620 اوم. طيب يبقى هما اكيد متوصلين على التوازي، اكيد كانوا هيتوصلوا على التوازي كده 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 كده. طيب دي المكافأة بتاعتهم ب 20، الواحدة منهم ب 620، وانا عاوز اعرف هم هيبقوا كام. ما احنا لسه قايلين من شوية المكافأة على لعدة مقاومات على التوازي قد بعض كلهم ب 620 الواحدة منهم، يبقى واحدة منهم على عددهم. طيب المكافأة ب 20، الواحدة منهم بكام؟ الواحدة منهم ب 620 على عددهم اللي هو n وانا عاوزه، يبقى ال n بتساوي ايه؟ ال n بتساوي 620 على 20، يعني صفر مع صفر 62 على الاتنين فيها ال 31 اوم، ال 31 ايه؟ مصباح او مقاومة. طيب تمام، تعال نشوف اللي بعده. رقم 18 بيقول لي ايه؟ مجموعة من المقاومات المتساوية، يعني كلهم قد بعض، عند توصيلها على التوالي كانت المقاومة المكافأة توالي المكافأة ب100، وعند توصيلها على التوازي المكافأة ب4، فإن قيمة المقاومة الواحدة بكام؟ والله تعالى نحل دي بالراحة كده وبهدوء. التوالي بتاعهم هم طبعا مجموعة من المقاومات أنا معرفهاش، بس التوالي بتاعهم احنا كنا بنجيب التوالي لعدة مقاومات متماثلة ازاي؟ والله يا أستاذ، ار التوالي بتاعتهم هتساوي واحدة منهم في عددهم، يعني في ان يعني. اما ار التوازي طالما هم قد بعض اقول واحدة منهم على عددهم. طيب انا عاوز قيمة الواحدة، اعمل ايه في المعادلتين؟ انا عندي معادلة 1 ومعادلة 2، اعمل ايه في المعادلتين دول؟ والله ممكن نضربهم في ايه؟ في بعض. دي طبعا ب100، دي كانت ب100 المكافأة بتاعت التوالي، ودي كانت ب4. لما نضرب المعادلتين في بعض نضرب الطرف الايسر في بعضه والطرف الايمن في بعض. هنا 100 في 4 تبقى 400. نضرب بقى الطرف الايسر الايمن في بعضه، يبقى فوق ار في ان، وهضربه لسه في ار على ان. طبعا الان هتروح مع الان، يتبقى ار في ار بار تربيع. الار تربيع هي اللي بتساوي 400. عشان اجيب قيمة الار الواحدة اخد الجذر الايه؟ التربيعي، يبقى الار الواحدة ب20 اوم. 20 اوم يبقى الاجابة الف. تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي مقاومتان R1 و R2 عند توصيلهما على التوازي وجد أن المقاومة المكافئة لهما تساوي 6. ده كان على التوازي، كانت ب6. تعالى نمسح كده الجزء ده، ماشي. يبقى على التوازي كانت ب6، وعند توصيلهما على التوالي كانت ب27. فإن قيمة المقاومتين، إحدى المقاومتين بكام؟ صلوا على النبي عشان السؤال ده محتاج منك ايه؟ هو في علامة متفوقين اهو، وبالراحة كده. هو على التوازي حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، يعني R1 في R2 على R1 زائد R2 ده بيساوي 6، بيساوي 6، ودي المعادلة رقم 1. اما على التوالي يعني جمعهم R1 زائد R2 بيساوي كام بقى؟ بيساوي 27، ودي المعادلة رقم 2. هو انا ممكن اعوض من المعادلة 2 في 1، ليه؟ لان R1 زائد R2 موجودة هنا في المقام ده، فانا ممكن اقول كده بالتعويض من 2 في 1 يبقى كده R1 في R2 على 27. انا هشيل دول بقى واحط 27 بتساوي كام؟ بتساوي 6. تعالى نضرب طرفين في وسطين علشان نشتغل هنا كده، نقول R1 في R2 بقى بتساوي كام؟ تعالى نضرب ايه ال 27 في ال6، يبقى هنا نقول 27 في 6 تساوي، تطلع ب162. يبقى نحط هنا 162. بس انا عندي دول الاتنين مجاهيل، اعمل ايه؟ تعالى نجيب واحدة منهم بدلالة التانية في المعادلة دي. يعني مثلا لو انا حبيت اعوض عن R1 او اعوض عنها ازاي، اقول له 27 ناقص R2. ما انا اعدي كده، لو انا عاوز اجيب R1 اقول له ايه؟ تعالى نعدي دي كده بالسالب، يبقى 27 ناقص R2. يعني انا ممكن اشيل R1 من هنا. تعال نكمل هنا كده يا جماعه. انا ممكن اشيل R1 واحط مكانها ايه؟ 27 نمسح 27. هكمل هنا،
هكمل هنا، هشيل ار واحد واحط مكانها 27 ناقص ار اتنين، بس لسه مضروبة في ار اتنين ولسه بتساوي 162. طيب ما تيجي نخلص دول كده. هو الار اتنين هتتضرب مرة في 27 ومرة في نفسها. طيب كده يبقى 27 ار اتنين ناقص دي في دي بار اتنين تربيع بتساوي 162. طيب تعالى بقى نكمل هنا كده. استاذ هو انا ممكن اخلص ازاي؟ ممكن تخلص بكل بساطة ان انت تعدي 162 هنا مع دول، تمام كده، بس لازم ترتب. دايما التربيع بيبقى في الاول، وبعد كده دي ار اتنين تربيع، صح كده، ودي ار اتنين، مش دي مش تربيع، ده ار اتنين، 27 ار اتنين، وبعد كده الحد اللي معلهوش اس، وبعد كده الحد المطلق. يعني ممكن اقول كده سالب ار اتنين تربيع، دي بقى بالموجب يبقى زائد 27 ار اتنين، هعدي ال 162 بالسالب يبقى سالب 162، كل ده هيساوي صفر. ونفتح الآلة الحاسبة بتاعتنا على ايه بقى؟ مود 5-3، ونحط القيم دي قدامنا كده. احنا عندنا قيم ايه بقى يا جماعة دلوقتي؟ عندنا اول واحدة كانت بسالب واحد اللي هو المعامل بتاع ده، والتاني ده معامله كام؟ 27 بس بالموجب، بنقول سالب واحد بعدين يساوي، وبعدين 27 وبعدين يساوي. وكان عندنا بقى سالب 162 اللي هي كانت عدت، يبقى نقول سالب 162 وبعدين نقول يساوي، وبعدين نقول يساوي. تطلع معايا بكام؟ تطلع معايا ب 18. تطلع معايا ب 18 يبقى الإجابة رقم د. تعالوا بقى نشوف السؤال اللي بعده. هنمسح الجزء ده، تمام، ده كده، ونكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي مجموعة من المقاومات الكهربية المتماثلة عددها n وصلت معا مرة على التوالي، فكانت المقاومة المكافئة لها R1، يبقى ده على التوالي R1، ووصلت مجموعة المقاومات نفسها مرة أخرى على التوازي، فكانت المقاومة المكافئة R2، فإن عدد المقاومات بكام؟ صلوا على النبي. أنا هديك حاجة كده هدية تشتغل بيها على طول في المسائل اللي زي دي. بص، لمعرفة عدد المقاومات في حالات اللي هي زي ما كان بيقول لي في المسألة كده، عدد المقاومات اهوت يا جماعة n بيساوي الجذر التربيعي لار توالي على ار توازي. طب لو كان عاوز قيمة المقاومة الواحدة اقول له الجذر التربيعي لار التوالي في ار التوازي. الصورة قدامك اهي، ممكن توقف الفيديو الثانية تاخدها صورة، وبعد كده ايه تخلي القانون ده دايما معاك. طيب يبقى احنا بقى لو عاوزين العدد، احنا في المسألة بتاعتنا عايزين العدد، فبقول له يبقى الجذر التربيعي لار التوالي اللي هي اسمها R1 على ار التوازي اللي هي اسمها R2، يبقى الإجابة ج. السؤال اللي بعده بيقول لي في الشكل المقابل، تعالى نمسح كده. الشكل المقابل ايه بقى؟ عاوز الفرق بين، خد بالك من الحتة دي، مش النسبة، ده عاوز الفرق بين قيمتي المقاومة المكافئة للدايرة في حالتي الفتح الأول وبعدين الغلق. الفتح والغلق طالما فرق يبقى مش هيفرق يعني، بس لو كانت اسمها هي اللي كانت تفرق معانا. تعال نشوف الفتح والغلق. اولا في حالة الفتح المقاومة المكافئة في حالة الفتح الفرع ده مش معانا. يعني مش معانا يعني ايه؟ يعني انا ممكن اعمل كده عشان اريح دماغي، او ممكن تكون انت تبقى متخيلة الفرع ده كله مش معانا خالص ولا اي حاجة فيه معانا، تمام كده، تمام. يبقى الار في حاله الفتح اقول له والله يا استاذ هو التيار يخش هنا، جزء منه هنا وجزء منه هنا، بيبقى عندي فرعين، ده اوله هنا واخره هنا، والفرع اللي تحت هنا اوله برضه هنا واخره هنا، يبقى الفرعين على التوازي. ده ب 12 كله كده ب 12، يعني انا ممكن اشيل كده المقاومه دي، المقاومتين دول، واحط واحده بس ب 12 عشان بس ايه احنا لسه بنتعلم، فتبقى ايه بتاخد خطوه خطوه. ماشي، يعني نحط هنا مقاومه واحده بكام؟ ب 12 اوم. طيب ما كده 12 مع 6 توازي اديك 4 اوم، احسبها حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. طيب ار بقى في حالة الغلق، غلق المفتاح، نرجع بقى دايرتنا زي ما هي كده ونقفل المفتاح. تعالى كده بالراحة هنقفل ايه المفتاح ده، تعالى كده نقفل المفتاح بقى.
هل الفرع ده برضو مش معانا؟ لا بقى معانا خلاص. التيار يجي هنا يتجزأ هنا وهنا وهنا، يعني الثلاث فروع مع بعض توازي، لانه يرجع يتجمع هنا وهنا وهنا. الثلاثه دول هيتجمعوا عند النقطه دي يخرج كده. تمام. طب ما الفرع اللي فوق ده ب 12 والفرع اللي تحته ب 12، نخلصهم مع بعض ب6. الستة دي لسه هتخلص مع الستة دي توازي، 6 مع الستة، واحدة منهم على عددهم يديك 3. أنا عاوز إيه بقى؟ أنا عاوز الفرق. 4 ناقص 3 أوم، 4 أوم ناقص 3 أوم يديك 1 أوم. السؤال الأخير النهاردة بيقول لي في الدايرة المقابلة أي المقاومات يمر بها تيار كهربي؟ صلى على النبي. تعالى كده للتيار الكهربي، هو كده كده هيمر في المقاومة دي، لازم إجباري يعني. بس التيار بعد كده هيجي يشوف له طريقين. ادي طريق عند النقطه دي، هيجي يبص كده يلاقي قدامه ادي طريق وده طريق. في طريق سلك اهو، وفي طريق مطبات، وبرده هنا في طريق مطبات. لا هو يختار الطريق السالك، اسلك طريق له علشان يعدل القطب السالب. وبالتالي المقاومه دي ودي الاثنين مش هيمر فيهم تيار. وعلى فكره دي كانت من حالات الغاء المقاومات. ليه بقى يا استاذ؟ من ضمن حالات الغاء المقاومات لما يكون عندي سلك فاضي عديم المقاومه كده متوصل على التوازي مع 20,000 مقاومه، يتلغوا ال20,000 كلهم مفيش مشكله. طب انا عندي برضو السلك ده توازي مع المقاومه دي ومع المقاومه دي، يبقى المقاومتين دول يتلغوا. المقاومتين ايه؟ يتلغوا. يبقى شكل الدايره ازاي لو انت عاوز تبقى متخيلها بقى؟ تشيل دي خالص من على الرسم، تمام، وتشيل دي خالص من على الرسم كده، والتيار هيبقى كده مشى بالشكل ده، لف اللفه دي، والاتنين اتلغوا. يبقى كده R1 بس الوحيده اللي هيمر بها ايه؟ اللي هيمر بها التيار. يبقى الاجابه ايه؟ الف. وكده اكون خلصت الجزء بتاع النهارده. لعل وعسى اكون فهمت اي حاجه، ولو فهمت اي حاجه يا ريت تدعم القناه عشان نرجع نشغلها يا جماعه زي زمان تاني. تمام. و يعني ادعمونا كده باللايك بقى، بالكومنتات، بان انت تشارك الفيديوهات ديت. وان شاء الله ان شاء الله احنا معاكم باستمرار، ننزل فيديوهات باستمرار. كان معاكم مستر وليد من قناة فنون العلوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.